السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم لكم النهاردة أكلة سهلة ولذيذة. مش هتاخد من وقتكم نص ساعة وبحاجات سهلة موجودة في كل بيت، وكلنا بتواجهنا طبعا مشكلة هنتغدى ايه النهاردة. حتى الأولاد، حتى لو افتكرنا واتغدينا الأولاد مش بيعجبهم الأكل. فالنهاردة هعمل معاكم كريب في البيت، أو عيش الشاورما، أو العيش السوري أيا كان اسمه. فأنا هقدمه لكم بطريقة سهلة جدا. هنحتاج نص كيلو دقيق زي ما انتم شايفين، وكوبايه ميه، وهنحوش من نص كيلو دقيق هنحوش بالظبط كده 3 معالق دقيق، وهنعجنهم وزاره ملح وزاره سكر، وهنعجنهم كويس جدا، وهنسيبهم يرتاحوا لمده 10 دقائق. وبعد كده هرجع لهم تاني، وبعد كده هقطعهم وهعمل لهم كور صغيره. زي ما انتم شايفين كده. عملوا معايا 14. خدت بقى من معلقتين دقيق دول، خدت معلقه ومعلقتين زيت، وبعد كده فردت بين كل طبقه وطبقه من معلقه الزيت والدقيق دي عشان ما يلزقوش في بعض. وبعد كده عملتهم 4 طبقات و4 طبقات. يعني انا كده هعمل دلوقتي 4 طبقات فوق بعض. 4 طبقات بس كفايه، وما بين كل طبقه وطبقه من معلقه الدقيق ومعلقه الزيت. يعني اجيب معلقه دقيق ومعلقه زيت واخلطهم في بعض وادهن بيهم. كده انا عملت 4 طبقات، وهعمل 4 طبقات تاني، وما بين كل طبقه وطبقه هدهن من نفس الخليط اللي انا عملته اللي هو الزيت والدقيق. انا كده عملت 4 و4، وفي عملت 3. ده اللي بقول لكم عليه، ده الحشو اللي انا هعمله. وبعد كده هقول لكم ممكن تحشوا ايه تاني، مش لازم اللي انا هعمله بالظبط كده. ده سوسيز وفلفل وبصل. هبدأ بقى، انا كده سبتها 10 دقايق. هبدأ هفردها من على الجنبين، جنب اللي فوق وتحت. مش هفرد من فوق، لازم اقلبها من جنبين، ما ينفعش افرد جنب واحد بس. وبعد كده هركنها وافرد اللي بعدها زي ما انتوا كده شايفين، وبالراحه خالص، وما خليهاش طبقه رقيقه جدا. خلاص، واركنها وافرد التانية برضو، افردها من على الجنب ده واللي على الجنب ده. دي الصينيه اللي انا بقول لكم هسوي عليها اي حاجه جدا، مش لازم جريل او حاجه. دي صينيه عاديه، صينيه بسبوسه، وهقلبها واحطها على البوتاجاز. واول ما بتسخن بحط عليها الطبقه اللي انا فردتها، واقلبها على الجنب التاني. اقلبها مرتين. بصوا شايفين ان هي بتبدا تستوي، وبعد كده هقلبها مره تاني. ولا هدهن الطاسه ولا اي حاجه خالص، هي بس مجرد ما بتسخن. وبعد كده هقلبها، وبعد كده هشيلها. خلاص هي كده استوت. هجيب التانية اللي فردتها، دي التانية برضو دقيقتين، وبعدين اقلبها. انا كده هما استووا. بعد كده هوريكم هفرع بقى ازاي ال4 طبقات. بصوا كده بالراحه خالص، اول ما اسيبها يدوب دقيقتين بس وابدا افرحهم من بعض. دي اول واحده، دي تاني واحده معاكم. زي ما انتم شايفين بالراحه خالص. اول ما بتبرد بس حاجه بسيطه كده ببدا افرع واحده واحده، زي ما انتم شايفين رقيقه جدا. ودي الطريقه اللي انا قلت لكم عليها سهله، يعني مجرد ما فيش نص ساعه عملت ما بين ادي دي كل طبقه فيها 4 طبقات، يعني ادي 8 سندوتشات. وهفرق التانية برضو قدامكم دلوقتي. سهله جدا. والطبقه اللي انا عملتها ما بين كل طبقه وطبقه هي اللي بتخليها تتشال بسهوله كده، اللي هي الزيت والدقيق مع بعض، معلقه زيت ومعلقه دقيق زي ما قلنا. وبفردها ما بين كل طبقه وطبقه. كنا طبعا في الاول بنسوي واحده واحده، فكنا بناخد منها وقت. لا كده، يعني انا بسوي 4 مع بعض، ما بتاخدش 5 دقايق. بدل ما اشتري العيش، يعني انا شايله هم ان انا اعمل مثلا شاورما، ان انا هشتري عيش مثلا ب60 جنيه، عيش سوري. لا، انا عملته بنص كيلو دقيق، وفي نفس الطاسه اللي انا عملت فيها العيش السوري بعمل فيها الخلطه اللي انا هحشي فيها. ومش لازم تحشو زي ما انا عامله سوسيس. دي كانت الحاجه موجوده عندي في التلاجة. اي بهارات عندك، فلفل اسود، توم باودر، شطه، ملح. خالص بقلبهم شويه على البوتاجاز. اي حاجه عندك، مش شرط سوسيس. عندك حته لحمه مفرومه باقيه في التلاجة من بشاميل، عندك مثلا لحمه باقيه قطعيها صغير، حته لحمه مسلوقه، صدر في الفرخه في التلاجة. اي حاجه، مش شرط زي ما عايزه اقول لك. ممكن بطاطس متحمره وتحطي كاتشب وتحطي مايونيز، اي حاجه موجوده عندك، مش لازم حشو ثابت. عايزه اقول لك انا اولادي بيحبوها بالبطاطس بس كاتشب، وبلف السندوتش وبيتعمل على النار بيبقى جميل جدا. هبدأ احشيها دلوقتي. انا دلوقتي كاتشب، حطي معلقه كاتشب واي مايونيز. عايزه اقول لك ممكن مش كاتشب بس، ممكن تحطي كمان توميه. التوميه دي انا هعمل لكم حلقه فيها كل الصوصات.
التوميه مع اللي هي اكيد في كل تلاجة فيها معلقه نشا، ومعلقه مايونيز بتضربهم في الخلاط وكده. وانا اعملها لكم في حلقه تانية سهله جدا. وببدا الف السندوتش، احط اي صوص عندكم، مش لازم كاتشب ومش لازم صوص جبنه، اي حاجه. عايزه اقول لك لو كده ساده خالص هياكلوه. لو عملتي صوص انت في التلاجة، معلقه طماطم تضربيها في الخلاط وتسبكيها شويه على البوتاجاز وشطه وكده وتدهني السندوتش برده عادي يمشي. انا ببدا ارصهم في الجريلا. دهنتها بس معلقه حاجه بسيطه كده زيت او سمنه اي حاجه، بس يفضل زيت احسن. وببدا اقلبهم وبألف هنا وشفا.